السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحضر معكم الوصفة ديال السيجار اولا لينيم في الفران بواحد الحشوة اللي غتكون معلكة وزوينة ولذيذة في نفس الوقت وصحية. ودابا على بركة الله خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ودابا على بركة الله بالنسبة للعجينة هنايا عندي 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض اي الفورص، وكاس واحد من الدقيق الفينو اي السميد الناعم، وغادي نضيف ليه ملعقه ديال السكر، ملعقه كبيره، ملعقه صغيره غير مملوءه من الملح، جوج معالق ديال الزيت النباتي، يمكن لكم تستعملوا زيت نباتي اولا زيت الزيتون، ملعقه كبيره من الخل، وعندي كذلك نصف خماره ديال الحلوى، غنستعملوا النصف فقط، وغادي نستخدموا كذلك بياض بيضه. والصفار غادي نحتفظوا به للتزيين، وغادي نغطيوه باش ما ينشفش لينا. وبطبيعه الحال الماء دافي باش غادي نعجنو، ما يكونش يعني دافي مزيان، غير هكا يكون مزوله منه دوك البروده ديالو. صافي وغادي نعجن العجين ديالي، غادي نبقى نضيف الماء بشويه بشويه حتى غادي نجمع العجين ديالي. صافي بعد ما عجنت العجين ديالي يعني وجمعتها ودلكتها مزيان، ضروري انني ندلكها مزيان. نتوما يعني الا عندكم الوقت ويعني عجنتوها وقت قبل فقط غير غادي تجمعوها. انا غير غادي نوجد الحشوه ديالي وغادي نبدا نخدم فيها اذا دلكتها مزيان. نتوما الا عندكم الوقت كما قلت فما كيحتاجش انكم تدلكوها مزيان، فقط كتجمعوها وكتخليوها ترتاح وتدلك راسها براسها. صافي هنايا غادي نخليها ترتاح بدون ما نوجد الحشوه. بالنسبه للحشوه هنايا في المقلاة بعد ما سخنت ليا واحد شويه غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون، فاش غادي نشحر البصله والدجاج. هنايا عندي جوج بصلات متوسطين، هنايا انا استعملت بصله الخضاريه، يمكن لكم تستعملوا البصله الخضاريه اولا البوارو اولا تستعملوا البصل العادي، البصل الابيض. غادي نضيف كذلك الثومه، انا هنا استعملت غتستعملوا جوج فصوصات حتى 3 الفصوصه ديال الثومه. صافي غنخليو هاد البصله ديالنا تشحر لنا واحد شويه وتنزل. صافي بعد ما تشحرات لينا البصله غادي نضيف الدجاج، ملي كنضيفوا الدجاج كتكون العافيه شويه مجهده باش الدجاج ديالنا ما يطيبش بسرعه وما يطلقش فيه ديك الماء، وبالتالي غادي نخليوه يعني فتره طويله فوق النار، وغادي يعني نشف لينا الصدر ديال الدجاج غيجينا ناشف. فمن الاحسن يعني النار تكون شويه مجهده. هنايا في مقيله واحده اخرى كنوضع شويه ديال الزيت يعني باش نشحر فيها السبانخ. يعني بالنسبه للسبانخ بطبيعه الحال بعد ما كتغسلوها مزيان من ديك الاوساخ اللي كيكونوا فيها كتغسلوها مزيان وكتقطروها،
وكتقطعوها وكتقطعوها يعني بشي صفايه ولا شي شبيكه بحال هكا، كتخليوها حتى كتختلطوا مزيان من داك الماء. غادي نشحرها واحد شويه، ملي غادي نشحرها واحد شويه غير غادي تنزل ليا. كتعرفوا ان السبانخ هي دغيا كما كتشوفوا كتنزل، غير كتصهر صافي راها كتنزل صافي. وغادي نضيفها على الحشوه ديال الدجاج والبصل. خذي صافي. دابا تشحرت ليا هاد السبانخ ونزلات مزيان كما كتشوفوا صافي. غادي نضيفها على الحشوه ديال البصل والدجاج. صافي هنا غادي نضيف السبانخ، على الحشوه ديال البصل والدجاج. كذلك غادي نضيف البقدونس مقطع، غادي نضيف كذلك الملح، البزار، الكمون، صافي. وغادي نشحر الحشوه ديالي واحد شويه، غادي غير نخلطها حتى غادي تندمج ليا هاد الحشوه مع التوابل ويندمج ليا هاد السبانخ مع البصل. وغادي نضيف كذلك مثلثات ديال الجبن. نتوما يعني الا بغيتو تستعملوا اي فروماج عندكم كتستعملوا اي فروماج كريمي او لا فروماج محكوك او لا مثلثات ديال الفرماج، ولا يعني تستخدموها بدون فرماج. فهي كذلك كتجي يعني الحشوه لذيذه غير بهاد الدجاج وهاد السبانخ، راه كتجي لذيذه بدون اجبان. غير هي الاجبان كتعطي لينا الحشوه ديالنا التعليكه. صافي هنا بعد ما تشحرت لي الحشوه ديالي وطفيت عليها، ضفت ليها يعني 4 ديال المثلثات ديال الجبن. اللي كنستعملوا 3 حتى 4 ديال المثلثات ديال الجبن. صافي في هذا الاثناء كتطفوا يعني العافيه وكتخلطوا هذه الجبنه مع الحشوه. صافي كتوضعوها جانبا باش تبرد. صافي بالنسبه للعجين ديالي ارتاحت ليا واحد شويه، غادي نبقاها ترخص واحد شويه. صافي هنايا غادي نقطع منها كرات صغار. بطبيعه الحال غندهنو بشويه ديال الزيت باش ما كيتسخش، وغادي نقطع منها كويرات صغار. صافي بعد ما يعني قطعت جميع الكرات اللي عندي، غادي ندهن لهم الوجه ديالهم بشويه ديال الزيت غير باش ما يديروش ليا القشره من الفوق. كندهنوهم بشويه ديال الزيت صافي، وكنغطيهم بالبلاستيكه، كنغطيهم بشي منديل وكنخليهم غير واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق، غير بحيث انهم يعني يترخفوا ليا شويه ويعطينا الطعم يعني فاش نقرصوهم. صافي هنايا بعد ما يعني ارتاحت ليا العجين وبردات ليا الحشوه، غادي نبدا على بركه الله يعني نبدا نقرص العجين. بالنسبه لهذا غنستعمل الزيت، وبالنسبه يعني للتقراص، وبالنسبه للطرق غادي نستعمل الزبده. بالنسبه للزبده اللي غادي نستعمل فهي زبده المارغرين،
يمكن لكم تستعمل الزبده الحيوانيه اولا زبده العلبه. انا هنايا استعملت الزبده ديال المارغرين هي اللي ذوبتها. صافي غادي ندهن سطح العمل بالزيت، وغادي ناخذ اول كره هي باش غادي نبدا نسرحها. غادي نسلحها مزيان حتى غادي يبان ليا سطح العمل. بالنسبه للكرات هنايا درتهم بكرات صغار، ما درتهمش يعني كبار باش ما تجيناش يعني العجين كثيره وتجينا مدقصه. يعني هاد السيجار ديالنا تجينا فيه يعني العجينه عفوا تجينا فيه العجينه قليله شويه، ونقرصها مزيان. صافي بعد ما قرصت العجين غادي ندهن يعني بالزبده، وغادي نطوي هاد الطرف ديال العجين، وغادي نوضع هنايا الحشوه، وغادي نطوي الجوانب بحال هكا، وغادي ندهن بشويه ديال الزبده يعني باش تساعدنا السيجار ديالنا انه يجينا مورق. صافي هنايا بعد ما يعني ساليت جميع السيجار اللي عندي، عمرتهم ستفتهم في اللاطه اللي دهنتها بشويه ديال الزيت، وهنايا عندي داك اصفر بيضه، زدت لي شويه ديال صلصه الصوجا، وغادي ندهن به السيجار ديالي من الفوق. صافي وغادي ندخلهم للفران. الفران بطبيعه الحال مسخن، سخنتهم مسبقا، وغادي نشعليهم من الاسفل حتى غادي يطيبوا ليا ويتحمروا، وغادي نهبطهم للاسفل. تكون العافيه من على هاد السيجار هادو حتى غادي يتحمروا ليا من الوجه ديالهم، وغادي نخرجهم وغادي نخليهم واحد شويه حتى غادي غير كيدفاو ليا. صافي وغادي نقدمهم وغتسمعوا يعني القرمشه ديالهم. شاركوا معكم كما كتشوفوا كيجيو مقرمشين ومحمرين من الاعلى ومن الاسفل. صافي هنايا غادي ندوزو نوضعوهم في صحن التقديم.
وبالنسبه يعني للتزيين يمكن لكم تزينوهم باي باي حاجه بغيتوها او اي حاجه كتفضلوها. صافي، وهذا هو الشكل ديال السيجار ديالي بعد ما يعني قدمته في صحن التقديم وزينته هنايا بشويه ديال المعدنوس اولا البقدونس. كنتمنى يعجبكم وتجربوه، والى فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.